السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. جوزك أقرب لك من أي حد، بس ممكن يكون أكتر واحد مهمل. الغريب بقى إن أقرب إنسان ليكي ممكن يبقى آخر واحد في الدنيا ممكن تهتم بيه. أقرب إنسان ليكي اللي شايل همك، اللي بيخرج كل يوم يواجه الدنيا علشانك، الراجل اللي شايل البيت فوق كتفه، اللي لما بيتعب ما بيقولش، ولما ينكسر من جوه يضحك علشان ما يضايقكيش. الغريب بقى ان الراجل ده احيانا بيرجع بيته وما يلاقيش حد حاسس بيه. والمؤلم بجد ان الراجل ده ممكن يعيش جنب مراته سنين ويحس للأسف انه وحيد. تخيلي، وحيد وهو عنده بيت، وحيد وهو عنده زوجة، وحيد وهو بيصرف ويتعب ويجري علشان البيت ده يفضل واقف. وهو مش طالب كتير، مش طالب هدايا ولا كلام كبير، هو بس عايز يحس ان في حد مستنيه. لان المشكلة مش دايما في الفلوس ولا في المسؤوليات، المشكلة لما يبقى الاهتمام رايح لناس تانية ويفضل الزوج آخر واحد في القايمة. لكن اللي بيحصل في بيوت كتير إن الزوجة تبقى مشغولة بكل حاجة إلا بالشخص اللي المفروض يكون أقرب حد ليها، مشغولة بأهل، بصديقات، بسوشيال ميديا، بمشاكل الناس، مشغولة بأي حاجة إلا هو. وفي لحظة الراجل اللي كان شايل البيت كله يحس إن محدش شايف تعبه ومحدش حاسس بوجعه، والزوج بقى مجرد شخص بيصرف وبس، وحتى من غير شكرا، لأن ده بقى حق مكتسب وفرض عليه بدون مقابل. ورغم ان الراجل ده ممكن يبقى أقرب إنسان ليكي في الدنيا، لكن ممكن ينام كل ليلة وهو حاسس إنه لوحده. تخيلي الإحساس ده، راجل عنده بيت وعنده زوجة لكن قلبه حاسس بالغربة. البيوت ما بتتهدمش مرة واحدة، البيوت بتتهدم لما الاهتمام يموت بهدوء. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعملي لايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولو شايفة إن الاهتمام أهم من أي حاجة في العلاقة اكتبي لي في التعليقات الاهتمام حياة. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الزوج مش ماكينة فلوس، هو قلب بيتعب. ربنا لما نظم الحياة الزوجية ما سابهاش عشوائية، جعل لكل طرف حق ومسؤولية ورحمة. في بيوت كتير جدا حصل فيها خطأ خطير، وهو إن الزوج بقى ينظر له كأنه مصدر دخل فقط، طالما بيصرف يبقى خلاص. لكن الحقيقة إن الزوج إنسان عنده قلب وعنده تعب وعنده لحظات ضعف. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن العلاقة بين الزوجين قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني العلاقة مش قائمة على المصالح، لكن على السكن والراحة والاحتواء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني خير الناس هو اللي بيحسن لأهل بيته. لكن السؤال المهم، هل الزوج فعلا بيحس انه مرتاح في بيته، ولا بيرجع البيت وهو شايل هم علشان عارف ان محدش هيسمعه ومحدش هيسأله؟ يروى أن أحد الصالحين كان إذا رجع إلى بيته بعد يوم طويل من العمل جلست زوجته بجانبه وسألته عن يومه. وفي يوم قال لها: أتعلمين لماذا أحب الجلوس معك؟ قالت: لماذا؟ قال: لأنك الوحيدة التي أشعر معها أن تعبي مفهوم. تخيلي، كلمة بسيطة لكنها كانت سبب في سعادة بيت كامل. وكان من عادات عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه إذا دخل بيته جلس مع أهله يحدثهم ويأنس بهم، فسئل: لماذا تفعل ذلك وأنت عالم كبير؟ فقال: البيت الذي لا أنس فيه بيت ميت. يعني العالم الكبير ده كان فاهم ان الأنس بين الزوجين هو روح البيت. في راجل كان شغال في وظيفتين صباحا ومساء علشان يوفر حياة كريمة لبيته،
لكن زوجته كانت دايما مشغولة بالموبايل. وفي يوم قال لها جملة مؤلمة: أنا مش محتاج فلوس أكتر، أنا محتاج حد يحس إني بتعب علشانكم. الكلمة دي كانت صدمة ليها، لأنها اكتشفت إن الزوج اللي قدامها كان محتاج اهتمام مش تقدير مادي. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو جوزك بيرجع البيت تعبان اسأليه عن يومه، ولو سكت حاولي تسمعيه، ولو حكى اسمعيه بقلبك. الزوج مش ماكينة فلوس، الزوج إنسان عنده قلب وعنده تعب وعنده لحظات ضعف. أحيانا كلمة صغيرة منك ممكن تمسح تعب يوم كامل، وأحيانا تجاهل بسيط ممكن يزرع جرح كبير. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الإهمال الصغير يهدم البيوت الكبيرة. المشكلة مش في الغلط الكبير، ومش دايما في الخيانة، المشكلة في الإهمال الصغير المتكرر، واللي بيبدأ دايما بحاجات صغيرة جدا. كلمة اتأجلت، اهتمام اختفى، سؤال بسيط ما اتقالش. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف هنا مش بس الإنفاق، لكن المعاملة الطيبة والرحمة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة هي اللي تكون سكن لزوجها، يعني لما يتعب يرتاح عندها، لما صدره يضيق يحكي لها، لكن لما يلاقيها بعيدة هيبدأ يسكت، والسكوت ده هو أول طريق البعد. كان أحد التابعين إذا دخل بيته يقول لزوجته دائما: كيف كان يومك؟ فسأله أحد أصحابه: لماذا تسألها كل يوم؟ فقال: لأن السؤال الصغير ده بيحفظ القلب من البعد. وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا رجع إلى بيته جلست زوجته تستمع إليه حتى لو لم تتكلم، فقال مرة: ما خفف عني تعب الدنيا مثل جلوسي مع أهلي. كلمة بسيطة لكن معناها عظيم جدا. في زوجة كانت تهتم بكل الناس إلا زوجها، أهلها أولا، صديقاتها، مشاكل الجميع. وفي يوم زوجها قال لها: الغريب إن كل الناس عندهم مكان في وقتك إلا أنا. الجملة دي كسرت قلبها، لأنها فهمت متأخر إن الإهمال الصغير كان بيكبر كل يوم. واللي عايز أقوله لحضرتك إن الزوج اللي بيحس إنه مهم في حياة زوجته هيفضل يحارب الدنيا علشانها، لكن الزوج اللي يحس إنه آخر اهتماماتها هيسكت، والسكوت ده بيقتل العلاقات ببطء. فلو عايزة بيتك يعيش، خلي زوجك يحس إنه أول الأولويات. وخلي بالك، البيوت ما بتقعش فجأة، بتقع لما كلمة حلوة تختفي، لما السؤال عن التعب يختفي، لما الاهتمام يتحول لواجب بارد. جوزك مش محتاج منك المستحيل، هو بس محتاج يحس إنه أهم واحد في حياتك. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الأنس هو سر استمرار الزواج. في علاقات كتير بدأت بحب كبير لكن انتهت بسرعة أكبر، وفي علاقات تانية بدأت عادية لكنها استمرت العمر كله. السر كان كلمة واحدة بس، وهي الأنس. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. المودة والرحمة يعني كل طرف يحاول يخفف عن الآخر. الزوج محتاج زوجة تسمعه، تشاركه يومه، تحس بتعبه، مش بس زوجة تعيش معاه، لكن زوجة تأنس به ويأنس بها. كان أحد العلماء يقول لزوجته كل ليلة: الحمد لله الذي جعل بيننا مودة. فقالت له يوما: لماذا تكررها دائما؟ قال: حتى لا ننسى أن البيوت تبنى بالقلوب لا بالجدران. في راجل بسيط جدا راتبه قليل، لكن زوجته كانت بتهتم بيه جدا، تستقبله بابتسامة وتسمع يومه وتحكي له يومها. بعد 20 سنة، تخيلي 20 سنة، قال لها: أنا ما حسيتش يوم إن الدنيا تقيلة لأنك كنت دايما معايا. واللي عايز أقوله لحضرتك، الأنس بين الزوجين مش كلمة، الأنس إحساس، إنك تحس إن في حد شايفك، سامعك، فاهمك.
لو البيت فيه أنس حتى الفقر بيهون، ولو البيت فيه إهمال حتى الغنى للأسف ما يسعدش. ولو عندك زوج صالح بيخاف عليك وبيتعب علشانك، خليه يحس إن تعبه مش ضايع. البيت الحقيقي مش بيت واسع، البيت الحقيقي قلبين قريبين من بعض. والزوج اللي بيحس إنه مهم في حياة زوجته ممكن يتحمل الدنيا كلها علشانها. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. في الحقيقة الزوج مش مجرد شخص بيصرف، الزوج شريك حياة وسند وقلب بيتعب علشان البيت يفضل واقف. ولو يوم حس إن هو آخر اهتمامك ممكن يفضل ساكت، لكن قلبه من جوه بيتكسر. الزوج إنسان بيخاف ويتعب ويحتاج حد يحس بيه. وأسوأ شعور ممكن يعيشه الإنسان إنه يحس إنه وحيد، وهو للأسف وسط أقرب الناس ليه. فلو جوزك لسه جنبك وبيحاول وبيجري علشان البيت، ما تخليش تعبه يضيع. كلمة حلوة منك، اهتمام بسيط، حضن صادق ممكن ينقذ علاقة كاملة. خلي دايما أقرب إنسان ليكي يحس إنه أقرب إنسان لقلبك، لأن الحقيقة البسيطة هي البيوت ما بتتهدمش لما الفلوس تقل، البيوت بتتهدم لما الاهتمام يختفي. وأخيرا أدعو الله: اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، واجعل يا رب بيوتهم عامرة بالمودة والرحمة. اللهم ارزقهم حسن المعاشرة ولين الكلام وصدق الاهتمام. اللهم اجعل بيوتهم سكنا وطمأنينة وراحة للقلوب. اللهم ابعد عنهم الشقاق والإهمال وسوء الفهم. اللهم ازرع بينهم الرحمة التي تجمع القلوب ولا تفرقها. اللهم اجعل كل زوج سكنا لزوجته وكل زوجة سكنا لزوجها. اللهم أصلح ما فسد من العلاقات وأعد يا رب الدفء إلى البيوت. اللهم اجعل بيوتنا مليئة بالحب والسكينة والرضا. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنسيش لو عجبك الفيديو اضغطي لايك واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو شايفة ان الاهتمام هو سر بقاء اي علاقة اكتبي لي في التعليقات البيت اهتمام. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.